Hello, my lovely students. How are you? Hope you are fine. Today we are gonna take the subject pronouns اللي هي ضمائر الفاعل. يلا بينا. Let's go. وهنبتدي بالسبجكت pronouns أو ضمائر الفاعل. زي ما عندنا في العربي ضمائر اللي هو زي أنا، أنت، هو، هي، نحن، هم. برضو عندنا في الإنجليش subject pronouns. تعالوا نعرف كل واحدة ومعناها. أول حاجة معانا الضمير I معناه أنا. زي مثلا لما أقول I am a boy يعني أنا ولد، or I am a girl يعني أنا بنت. تاني ضمير اللي هو you معناه أنت أو أنتي، ودي لما أكون بكلم حد قدامي وأوجه له الكلام هقول له you. For example, you are my friend يعني أنت تكون صديقي. برضو الضمير you ممكن يجي بمعنى أنتم، يعني ممكن نستخدمه للمفرد وللجمع for singular or plural nouns. تعالوا نشوف مثال. You are my friends معناها أنتم أصدقائي. he معناها هو، ودي بنقولها للولد هو. يعني مثلا بابا نقول له هي، أخويا نقول له هي، صاحبي أقول له هي. For example, he is my brother يعني هو بيكون أخويا. she معناها هي، ودي بنقولها للبنت. يعني مثلا ماما نقول لها she، تيتا she، أختي she، أي بنت نقول لها she. زي مثلا المثال ده she is my sister هي تكون أختي. بعد كده معانا الضمير أو البروناون it بشير بيها لحاجة غير عاقل. يعني إيه غير عاقل؟ حاجة مش بتفكر أو حاجة مش عندها عقل. زي مثلا البيت اللي قدامنا دوت، البيت نفسه معناه house أو home، أما أجي أشاور ليه هقول it. أي حاجة جماد مفرد هقول برضو عليها it. زي مثلا الكايت اللي قدامنا دي هنقول عليها it. For example, it's a kite، it's a cup، أو it's a key. برضو كلمة it ممكن أشير بيها لحيوان، زي مثلا it's a hen أو it's an elephant. بالرغم من الحيوانات عندهم مخ ولكن هم مش بيفكروا، يعني برضو هنديلهم الضمير it. بعد كده عندنا they معناها هم، ودي بنشير بيها للمجموعة أو للبلورال الجمع. For example, they are my cousins يعني هم بيكونوا أولاد أو بنات عمي. they ممكن برضو أشير بيها لحاجة جمع غير عاقل، زي مثلا they are my keys يعني هؤلاء بيكونوا مفاتيحي. we معناها نحن، ودي لما نكون بنتكلم على نفسنا أو أنا وأي شخص تاني معايا وهقول نحن أقول we. For example, we are friends نحن نكون أصدقاء. ودلوقتي تعالوا بينا نتدرب على شوية أمثلة. The first question, write I, he, she, it, you, we or they. هنشوف الصورة اللي قدامنا ونكتب تحتها الضمير المناسب ليها. The first question, excellent, he. The second question, أنا.
well done. السؤال اللي بعد كده، دي حاجة غير عاقل. غير العاقل، برافو، نديله it. Excellent. Question number 4. Excellent. Grandma هنديلها الضمير she. Excellent. ليه؟ لأن هي بنت. Question number 5. نحن we. Very good. Question number 6. دي حاجة غير عاقل وفي نفس الوقت plural، يعني جمع. they. Excellent. دي حاجة غير عاقل وسنجلر يعني مفرد، نديلها ايه؟ it. برافو. هو معناها he. Very good. نحن معناها we. Well done. أنا I. Very good. هم معناها they. Excellent. أنت you. Well done. هي she. Excellent. هو he. برافو. دي حاجة غير عاقل، الكلب نديله it. Good. أنا I. Very good. تعالوا نتنقل لنوع تاني من الأسئلة. Fill in a suitable personal pronoun، يعني هنملأ الجمل اللي قدامنا دي بالضمير المناسب. الضمائر اللي عندنا أو ال subject pronouns I, he, she, it, you, we, they. تعالوا نشوف الأمثلة اللي عندنا. The first question. رحمة دي بنت، البنت نديلها الضمير she. Very good. The second question. apples دي plural أو جمع، نديلها they. Very good. The third question. عمر and I. we. Very good. يعني عمر وأنا معناها بالعربي نحن. kite it. Well done. kite اللي هي الطيارة، دي حاجة غير عاقل. غير العاقل it. Question number 5. dogs they. Very good. الدوجز اللي هي الكلاب دي plural أو جمع، الجمع بنحط مكانه they. Question number 6. ruler it. Excellent. ruler معناها مسطرة، يعني مسطرة غير عاقل، وغير العاقل بنديله it. Question number 7. brother he. brother يعني أخويا، والولد بنديله he. Question number 8. teachers
they يعني المدرسين دي جمع، قلنا الجمع بنديلهم they. علي and منى they excellent. ليه؟ لأن علي ومنى دول شخصين والجمع بياخد they. Question number 10. Sister she very good لأن sister معناها أخت وأخت دي بنت والبنت تاخد she. Question number 11. Ball it very good ليه؟ لأن ball معناها كرة والكرة دي حاجة غير عاقل وغير العاقل بياخد it. Question number 12. Adam he ليه هي؟ لأن آدم ولد والولد ياخد هي. Question number 13. Pen it ليه it؟ علشان pen ده غير عاقل القلم غير عاقل وغير العاقل بياخد it. Question number 14. Bags they ليه they؟ علشان bags دي حاجة جمع شنط والجمع بياخد they. ودلوقتي تعالوا نتنقل لنوع تاني من الأسئلة. Choose the correct answer. هنختار الإجابة الصحيحة. Look at my grandpa. He, she, they is a hero. نختار ايه؟ he. Excellent. ليه he؟ علشان grandpa يعني جده وجده دوت راجل أو ولد والولد بياخد he. مها is a pupil. He, she, it is my sister. مها تاخد she. Excellent. علشان مها دي بنت. Question number 3. This is dad. He, she, it is a doctor. He is a doctor. Well done. Question number 4. This is my mom. He, she, it is a nurse. She is a nurse. Excellent. لأن mom دي بنت أو ست والبنت بتاخد she. Question number 5. Sarah and Dina are sisters. He, she, they are good girls. They علشان سارة ودينا دول plural أو جمع. Question number 6. My grandpa and grandma are kind. He, she, they love me very much. Excellent. They ليه they؟ علشان grandpa و grandma دول جمع اتنين والجمع هياخد they. Question number 7. This is my brother. I, he, they go to school with him. I. Well done. ليه I بقى؟ لأن هنا معنى الجملة اختلف. بيقولك This is my brother. هذا أخي. ينفع أقول he go to school with him؟ هو بيروح المدرسة معاه؟ لا طبعا. هنختار I عشان معناها أنا بروح المدرسة معاه. السؤال اللي بعد كده question number 8. I like monkeys. بحب القرود. He, I, they are funny. They برافو عليكوا ليه they؟ علشان كلمة monkeys عندنا plural أو جمع هياخد they. Question number 9. This is Nadia. She's, he's, I have got long hair.
Excellent. She has got long hair. يعني نادية عندها شعر طويل. اخترنا she علشان نادية دي بنت. Question number 10. My grandpa is very kind. He, she, they loves me very much. He loves me very much. Excellent. ليه اخترت he؟ علشان grandpa معناها جده، وجده دوت ولد، الولد ياخد he. Question number 11. Is he, she, it mom? Excellent. She. إن عندنا mom دي بنت، البنت تاخد she. Question number 12. He, she, it is my mother. She's my mother. Well done. Question number 13. There is a river. He, it, they is beautiful. River معناها نهر. برافو عليكم. it لأن النهر ده حاجة غير عاقل، وغير العاقل ياخد it. Question number 14. He, she, it is my father. He is my father. Excellent. ليه he؟ لأن father دوت بابايا، بابا معناه إن هو ولد، والولد ياخد he. Question number 15. There are taxes. They, you, it are black and white. They are black and white. Well done. Question number 16. It, she, he is my brother. He is my brother. Excellent. Question number 17. There are streets. It, they, you are busy. They. Question number 18. There are cars. They, we, it are red. Cars هتاخد they. برافو عليكم. ليه؟ علشان كلمة cars دي جمع. Question number 19. This is my favorite toy. He, it, I like it. نفكر شوية في السؤال ده قبل ما نجاوب. برافو عليكم. I like it. ليه؟ لأني أنا اللي بحب اللعبة مش اللعبة اللي بتحبها. مينفعش أختار it. Question number 20. Sammy and I are friends. They, we, I play together. برافو عليكم. we معناها نحن. ليه؟ لأن سامي and I معناها برضو بالعربي سامي وأنا، يعني إحنا الاتنين نكون أصدقاء. نحن معناها we. وبكده نكون خلصنا الشرح. ده الهومورك بتاعكم. تقدروا لو عندكم أي استفسار أو تعليق تكتبوه في الكومنتس وهرد عليكم. هثبت الشاشة شوية علشان اللي عايز ياخد سكرين شوت. وبكده تكون خلصت حلقة النهاردة. لو مستنيين باقي الكورس ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة، ولو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش تعملوا لايك وكمان شير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.